السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم يا أحلى ناس وأحلى متابعين؟ إن شاء الله يا ربي كلكم تكونون بخير وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله. اليوم حبيت أشارككم بهذا الفيديو. راح أسوي عجينة البيتزا. العجينة المعتمدتها الكلش تطلع هشة وطيبة وقطنية، وراح أسوي وياكم هو البيتزا واللحمة بعجين. فخليكم وياي ان شاء الله يعجبكم الفيديو تستفادون من عنده. فراح اقول لكم هسه مقادير العجين اللي راح اسويه. مقدار كيلو، خليت كيلو طحين، وخليت رشة ملح، وملعقة يعني كبيرة شكر، وبعد شنو خليت 3 ملاعق صغار خميرة، و6 ملاعق كبار راح اخلي زيت. وهنا أنا راح اخلي لبن كوب وربع هيك شي. طبعا انا يعني ردت اسوي اقل، بس العجانة هاي يعني كبيرة، فاقل شي تاخذ يعني كيلو. فقلت ليش لا خل اسوي يعني كمية واضم من عندها بالمجمدة. وخليت هنا 3 ملاعق كبار حليب بودرة، يعطيها طعم كلش طيب، ويعني يعطيها طراوة. فراح ابدأ اعجنها واخلي لها مي دافي حسب يعني الحاجة. تقريبا خليت قلاص وربع، ما تحتاج يعني هواية مي. واعجنها 5 دقايق وبس، اخليها تختمر يعني. هاي يعني العجينة معتمدتها بالبيتزا وبلحم العجين وبالفطائر كلش تطلع طيبة. هنا انا راح اسوي الحشوة اللي يعني هي للبيتزا واللحمة بعجين. يعني اشوف شنو احتاجه اخذه. هنا انا راح اسوي اللحمة بعجين. هاي البصل بصلاية كبيرة، راح اقطعها وياكم واقشرها. راح استعمل محضرة الطعام. هنا أنا هاي كانت الشفرة مالتها مال عجين، فخليت الشفرة مالت الثرم. هاي العجانة كلش احبها، او محضرة الطعام. بهذا المجر احط بيها القطع مالتها، مالت البرش او تسوي شرائح كلش حلوة. فراح اثرم البصل كلش زين، احبه يصير كلش ناعم. راح اخلي وياه هماتين فلفل حتى ينثرم وياه، لان الفلفل لا اقدر اثرمه وحده لان كمية يعني قليلة، ولا ويا الطماطة. اذا ويا الطماطة ما ينثرم يظل عدل، فاخليه ويا البصل. فأتمنى حبايب قلبي اللي وصل لهنا لا تنسون تخلون لايك بالقناة وتعلقوا لي تعليقات حلوة. هنا ثرمت البصل والفلفل كل زين. هي بصلاية واحدة كبيرة سويت، وفلفلاية ونص تقريبا كان. وهنا الطماطة هواية انا احب بيها طماطة هواية، ولين هي يعني كمية تقريبا خليت نص كيلو لحم مفروم. انا كلش يعني احب اسوي البيتزا واللحم بعجين، ذني المفضلات عندي. والبيتزا يعني امي كلش تحبها، فاليوم سويتها على مودها. واهلي كلهم يعني يحبون البيتزا واللحم بعجين. فهنا انا خلطت الطماطة هماتين، قلت لكم ناعم احبها مخلوطة كل زين، ما احب هيك يعني تبقى قطع وشي. فهيك تشوفوها صارت مثل المخلوطة يعني. هسه راح اخليه على صفحة وابدي اسوي يعني الحشوة مالت البيتزا بين ميموع اللحم، لان كنت يعني بعده جامد. فهنا عندي فطر كان بالثلاجة وصار له يعني مدة، فقلت خلي استعمله. والفلفل همات هذا اللي طلعت البذر من عنده. احنا نحب نسويه هيجي مربعات، ما يحبون الشرائح الطويلة. مرات اسويه شرائح ومرات اسويه مربعات، بس الاكثرية مربعات. فهنا انا خليت الفطر ويا خبطته ويا الطماطة والفلفل. انا ما اسوي هيك دائما، يعني دائما كل من وحدة. هاي هيك مرات اخلي كلها سوية حتى لا وسخ معي. وهنا أنا راح استخدم هاي المارتديلا، ما ادري اول مرة استعملها، ف يعني زينة عادية.
وهذا الزيتون هماتين مو دائما اخلي بالبيتزا، اذا ما متوفر عادي، حتى لو فلفل وطماطة بس المتوفر عادي بالبيتزا كل شي يرهم. هنا قطعته كله، رحت خليته على النار شوي حتى يصعد لين كان ما يطلع من العلبة. هنا بنات راح اسوي صلصة البيتزا. اول مرة اسويها دائما اخلي معجون طماطة وكجب وزيت الزيتون وزعتر، يعني هاي دائما السهل. فهالمرة قلت خلي اسوي هاي الصلصة برشة طماطايتين بهاي البراشة الخشنة ووخرت القشر يعني. فراح اخليها على النار، وبين ما تفور وشي اخلي لها شوية معجون وهيجي فص ثوم صغير وزيت الزيتون وزعتر. هنا أنا اللحمة بعجين مثل ما تشوفون، هاي اللحم خليته وبعد شوية جامد هيجي دا افككه، وخليت له معجون طماطة تقريبا ما ادري 3 خواشق كبار 4، يعني اريد لونه احمر، احنا ما نحب هيك لونه يعني قليل الحمار بيه. وهاي العجينة اختمرت مثل ما تشوفون وصارت تخبل. هاي كفتني 6 صواني. سويت يعني احجام مختلفة، يعني عندي صينية كلش كبيرة، صينية لا صغيرة، صينية وسط هيجي. فصار 6 صواني. ويعني رجعت سويت بعد، اني سويت نص كيلو بعد، لان الحشوة كانت يعني هواية وانا اريد اجمد من عنده. هنا بنات هاي شوفوا الصلصة كلش طعمها طيب طلع. فهنا أنا جاني طلب انه اسويها بس بالصلصة والجبن، فسويت. وهاي اللحمة بعجين راح اخلي لها كجب واخلي لها دبس الرمان كلش طيب وياه، وخلي لها يعني ملح وفلفل اسود، ما اخلي بهارات وشي، حتى يعني النكهة مالت اللحم والخضروات اللي وياه ما تتغير، ويعني تصير نكهته ما طيبة. واذا كان عندي صوص هم اخلي، بس ما كان عندي. هاي شوية رشة ملح، ما نكثر ملح لان المعجون مالح. وراح اخلي هنا شطة همات، يمكن خليت شطة. وهاي الفلفل الاسود طلعت كلش طيبة، جربوها بنات وقولوا لي بالتعليقات انتو شلون تسووا بهاي الطريقة لو لا. ها راح اسوي هنا البيتزا. خليت هاي اللانشون وراح اخلي شوية من خلطة الخضروات، واني دائما هيجي اضغطها بايدي الخضروات على البيتزا حتى تثبت بي، ومن اقطعها يعني ما يوقع من عندها. خليت له الجبن وراح اخليه بالفرن. واللحمة بعجين شوفوا هاي الصينية كلش كبيرة، اكبر صينية، وخليت بيها اللحمة بعجين. نحب الحشوة يعني هواية بيها، بس يعني هواية تطول وقت يرادلها بالفرن اللحمة بعجين. هنا طلعت البيتزاية بالجبن، وهاي بديت اقطعها وطعمها كلش طيب. شوفوا الجبن بيها. انا هالمرة يعني كنت مستخدمة جبن هذا ميرسين، يعني نوعيته زينة. هو افضل شي الجبن الفرنسي، صناعته فرنسي. وهاي البيتزاية الثانية هم طلعت مثل ما تشوفون. وهنا أنا بنات خلصت كلهن اللي أكلناه واللي باقي صورت لكم إياه. وهاي مثل ما تشوفون بنات، هاي اللحمة بعجين والبيتزا صاروا جاهزين. وسويت هماتين يعني ذني الصغار، بيتزايات ميني بيتزا. هيك عجبنا هاي خير شي بالعجينة الباقية. وطبعا طعمهم طلع كلش طيب. ان شاء الله تجربوها اذا ما مجربيها بهاي الطريقة وتعجبكم. وشوفوا بنات شلون يعني متحمرة ومستوية وطرية بنفس الوقت. وراح اخلي من عندها بالمجمدة واخلي بيناتهم يعني كيس بلاستيك حتى لا تلزق وحدة على الثانية. وش وقت ما نريد نحمي من عندها بالمايكروويف او بالفرن تطلع كأنه هسه مسويها. فشكرا حبايب قلبي للي شاهد الفيديو للنهاية، اشكركم كلش هواية. واللي ما حط فيديو لي هنا ونسى، اتمنى تخلون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس.
ولا تنسون بتعليقاتكم الحلوة، واتمنى شاركون الفيديو ويا احبابكم، وشكرا لحسن متابعتكم، ومع الف سلامة. باي باي.